واهم من ده كله هي ممارسة الرياضة. الرياضة زمان احنا طلعنا على المثل اللي بيقول العقل السليم في الجسم السليم، حاجة مهمة جدا، والرياضة بنمارسها من واحنا صغيرين لحد آخر أيام حياتنا. حول أهمية الرياضة في حياة الصغير والكبير بيسعدنا أن نستضيف كابتن محمود مهدي، مدرب لياقة بدنية وحاصل على دراسات في التغذية الرياضية. أهلا بحضرتك معنا يا كابتن. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. ربنا يخليك. الرياضة وما أدراك ما الرياضة. الرياضة أهم شيء طبعا. الرياضة أهم شيء. في البداية قبل ما ندخل في موضوع الرياضة مهمة وإزاي نمارس رياضة والأغذية اللي بتصاحبنا لممارسة الرياضة، نحبب أولادنا إزاي في الرياضة؟ لأن في أولاد وبنات حتى الكبار يقول لك أنا ماليش في الرياضة وما بحبش أمارس رياضة. نحببهم إزاي في الرياضة؟ يمكن ده دور البيت في الأول، دور ولي الأمر. لازم يكون قدوة ليه، لو هو شايف والده بيلعب رياضة أو بيشجعه على الرياضة أو دايما يذكر قدامه الفوائد بتاعة الرياضة. صح. ده ممكن يحببه فيها من صغره ويبقى منتظر أول ما يكبر إن هو يمارس الرياضة. تمام، يعني أهم حاجة القدوة. طبعا ده اول حاجه. اللي في البيت بيمارسوا رياضه وحابين الرياضه. كتير بنشوف نماذج عينيه، بنشوف مثلا الوالد ماشي ومعاه ابنه، الاثنين لابسين ترنج. عندنا مثلا في محافظه المنيا كورنيش المنيا بيبقوا ماشيين مع بعض، الاثنين بيمارسوا رياضه سواء دراجات سواء بيجروا، ده اكبر تشجيع ليه. كمان بعض الناس معتقده ان ممارسه الرياضه مكلفه، هضطر اروح جيم وادفع له اشتراك شهري. خالص. عندنا دلوقتي مراكز شباب كتير جدا، قاعات رياضيه، نوادي، في اماكن مفتوحه زي كورنيش المنيا من اشهر المنتزهات على مستوى الجمهوريه، نقدر نستخدمه كمكان للتريض. يعني اسهل انواع الرياضه واحبها للنفس هو المشي. كفايه المشي، ده اول حاجه طبعا. اما يبقى بقى طفل صغير وعايزين نحببه في الرياضه من وهو صغير ويطلع محب لهذا النشاط، احنا نبدا نعرفه الاول فوائد الرياضه. هيبدا يحس بيها من بدايه الشكل الخارجي للجسم بيتغير، رفع مستوى اللياقه البدنيه بتاعته. اهم عضلتين عندنا عضله القلب وعندنا الرئتين. بيحسن اداء الرئتين في التنفس وتنظيم النفس. بيقوي عضله القلب. بيعزز صحه المفاصل سواء في الذراعين او في الرجلين. صح. دي كلها حاجات بدنيه. في غير بقى الجانب المعنوي. بالزبط. بيخليه عنده سرعه رد فعل، عنده حسن ادراك، بيكون حاسس ان هو قيادي وفي ثقه في النفس. بالظبط. يعني كمان الرياضه بتخلي برضو البني ادم كبير وصغير عنده ثقه بالنفس كبيره جدا. طبعا اكيد. في ابحاث علميه اتعملت ان الطفل اللي بيمارس الرياضه اذكى من الطفل اللي مش بيمارس الرياضه من ناحيه حسن التصرف في المواقف، سرعه رد الفعل. بالظبط. الرياضه اثناء فصل الصيف غير الشتاء، لان في البعض يقول لك امارس رياضه في الشتاء بس، انما في الصيف بتبقى العمليه مرهقه هي وصعبه. الرياضه طبعا مفترض طوال العام، هو بيختلف عندنا فصل الصيف بتزيد عمليه حرق الدهون علشان درجه الحراره مرتفعه، وانا الرياضه كمان بتعلي من مستويات الحرق عندي. بيزيد من قوه تحمل العضلات. العضله لما تتدرب في جو حار بيبقى اصعب من الجو البارد، هو كده في الجو البارد يتدرب بسهوله. يعني معنى كده ان الرياضه في الصيف بتدي تاثير ومفعول اكتر على عضلات الجسم من ناحيه حرق الدهون ومن ناحيه كمان قدره تحمل العضلات. ازاي الاباء يختاروا الرياضه المناسبه لابنائهم؟ بنسيب الابناء هم اللي يختاروا ولا انا ببقى شايف، ولا انا بروح بعرض الولد والبنت امام المدرب وهو اللي بيختار؟ هي عمليه مشاركه ما بين ولي الامر، هو طبعا ادرى بابنه هو بيحب لعبه ايه او حاسس ان هو ميال لايه، او حاسس انه عنده فضول للعبه معينه حتى لو ما مارسهاش قبل كده برشحها ليه. كمان في حاجات خاصه بالجسمان. يعني الشكل الجسماني بتاع الولد ما رشحلوش مثلا يكون هو قصير شويه رشح له مثلا باسكت، لا، تكون حاجه مناسبه ليه علشان يستمر فيها. في بعض التفاصيل الثانيه ان ولي الامر يختار نادي قريب مثلا. تمام. دلوقتي مراكز الشباب في كل مكان. ده يخلي الطالب يستمر اكتر. ما يجيش مثلا وقت يقول انا مكسل انزل. النادي القريب دايما ولادنا بتلاقي فيه صديق مرتبط بيه او واحد قريبه، يفضل لو يروحوا مع بعض. برضو الابحاث العلميه في المنظمات بتقول ان التدريب في مكان جماعي افضل من الفردي. صح. يعني نسبة استمرار الفرد لمدة طويلة بينقطع بعد كده. بتبقى زي ما بنقول كده على حسب التعبير الدارج بتاعهم، الشلة هي اللي بتشجعهم يروحوا مع بعض، يعدوا مع بعض. فبتبقى مش مجرد ممارسة رياضة ولكن تجمع لذيذ وظريف. ده بنشوفه بعيننا في صالات الجيم، ان بنلاقي 2 3 بيلعبوا مع بعض دايما، لو 2 منهم مش هيجوا ممكن الثالث ما يجي. بعض الاباء والامهات او حتى بعض الشباب اللي في سن المراهقة بيقول لك انا امارس رياضة لمجرد ان انا اخس، ومجرد ما بيوصل للوزن المناسب له بيبطل رياضه، يقوم يتخن تاني وبشكل اوحش. احنا دايما نقول نخلي الرياضه اسلوب حياه عندنا.
يعني زي ما الاكل والشرب كده اسلوب علشان حياه. نعيش، اه. الاكل والشرب عشان نعيش، الرياضه برضه عشان تعيش بجسم سليم معافى من امراض العصر. لان برضو في بعض الفتيات مثلا عندها مناسبه سعيده هتحضرها فتعمل رياضه قبلها بشهرين، انزل كيلو 2 كيلو 5 كيلو بالكتير عشان تعرف تلبس ايوه بعد السواري كده كويس. خلاص. وبعد كده هي لازم يكون اسلوب حياه زي ما قلت لحضرتك، تمشي على وتيره واحده على طول. عشان اوصل لفكره ان الرياضه اسلوب حياه، دي برضو بتبقى مساله صعبه ما هي كده. دي التنشئه من البدايه بقى اللي انا ازاي؟ قلت لحضرتك اه. عليها، التنشئه الاجتماعيه من البدايه من ولي الامر، ان انا بحببه في الرياضه. هي مش مجرد لعب بس ولا بتضيعني وقتي مذاكره او الحاجات دي، لا. هي تبدا من البدايه ان الرياضه زي الاكل والشرب، تمام. وهي مش حاجه معقده او صعبه علشان هو ينفر منها الولد او حاجه، ما دام متعود عليها من صغره. طيب احنا اغفلنا دلوقتي الاب والام، معلش قصروا في موضوع الرياضه من اولادهم وهم صغيرين، عايزين بقى وهو في اعدادي والثانوي يبتدي يحببوه في الرياضه، لان الطلبه عندهم دلوقتي قعده الكافيه دي حاجه يعني الجنه بالنسبه لهم. طيب نروح الجيم، لا، مساله صعبه جدا وبيعتبروها لو حلم. راح مره مش هيجي تاني، مش هيروح هنا تاني. بقى نتصرف ازاي؟ بيروح مرشحه للكابتن بقى. هو السن بقى ده عايز علم النفس الرياضي، الكابتن هيحببه في الرياضه بقى، سواء بالجانب المعنوي، جانب علم الحافز. النفس الرياضي. اه. طيب دي حاجه مهمه قوي. جانب الحافز ان انا بعرفه ان في مسابقات، في جوائز، بديله نماذج من الناس اللي ناجحه في الحياه، مثلا اقول له محمد صلاح، اقول له رامي السباعي، اديله اسامي من النماذج المصريه اللي ناجحه عندنا. انت هتبقى زي دول. طيب لو هنتكلم بقى عن التغذيه، رياضه من غير الدفه الثانيه او الوجه الاخر التغذيه للعمله، والرياضه بالظبط مهمة وجهين أوي. لعمله واحده. الشخص الرياضي المفروض بياكل مكونات الغذائيه كلها. يعني احنا هنقول دلوقتي العناصر بتاعتنا وهنقول الترجمه بتاعتها بالاكل. تمام. لازم ياكل الوجبه بتاعته يكون فيها بروتين، يكون فيها كربوهيدرات، يكون فيها املاح معدنيه، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، كل الحاجات دي. تمام. طيب في الاكل مثلا اللي هي الخبز، قطعه الدجاج او اللحمه او السمك، الخضار اللي معظم ابنائنا بيهربوا للأسف منه، خالص، صح. طبق السلطه، العصائر الفريش، كل الحاجات دي مهمه. في ممنوعات طبعا، ممنوعات اللي هي اللحوم المصنعه، الدسم العالي، اكلات التيك اواي. طب ده ولادنا عايشين عايشين على الحاجات اكلات دي للاسف. التكاوي. دي الاكلات دي بنسميها جانك فود. الجانك الجانك فود فود، ده سعرات حراريه عاليه، طاقه عاليه، بس ما فيش اي فايده غذائيه. طيب بالنسبه للاطفال بقى سن ما قبل المدرسه، ده انا اعوده ازاي على طبق السلطه، ده قطعة التنشئه من اللحمة؟ البدايه، ده مفترض لسه بقى ما تنشئه الطفل الصغير اسهل ما يبقى عندي غير ابني. الكبير اللي اتعود. بالظبط. السناكس اللي كلها مواد حافظه، ممكن في بدائل اطعمه عندنا، ياخد مكسرات، ياخد فواكه. بالظبط. مش عايزين ننسى بقى يا كابتن ست البيت اللي اولادها اتخرجوا اشتغلوا ومعديه ال50 سنه مثلا. تمام. وعايزينها تمارس نوع من انواع الرياضه، مش عشان بقى طبعا صحتها اولا، ولكن لان الرياضه بتخرج الطاقه السلبيه، بتعدل المود. كلنا بنعاني دلوقتي من كلمه اسمها عندي اكتئاب، عندي اكتئاب. طبعا. فالرياضه للسن ديت بتحسن الحاله المزاجيه طبعا. ايه زي اللي ما حضرتك يناسبها قلتي في او اول الحلقه، يناسبه؟ اول ما قلتي في اول الحلقه المشي المشي في مكان مفتوح، دي حاجه سهله جدا. مش عايز انزل، هعمل تمرين في البيت. نقدر نعمل تمرين الضغط، البطن، اطالات العضلات، الجري في المكان. كل ده اقدر اعمله في الاوضه، اعمله في الصاله، يكون الشباك مفتوح عشان يكون الاكسجين داخلي كويس. ولو هقدر انزل يبقى المشي طبعا. ومش ضروري اي جهاز رياضي في البيت، لا، هو مش المشي. شرط. يعني انا عن نفسي برشح المشي كويس لو قوي. يقدر ينزل هيمشي مسافه، يمشي 15 دقيقه، 20 دقيقه، 25 دقيقه، ده كويس جدا. نفس المده دي لو هيمارسها في البيت، يجري في المكان، قفز في المكان، تمارين بطن، تمارين ضغط. المشي الصح هو برضو لما بتبقى شله نازلين يمشوا بيتمشوا على مهل والدنيا لطيفه. لا، عندنا شويه ده لا قوانين يعد في المشي رياضة؟ كده. لا، مش رياضه. المشي بتاعنا الهروله، اللي هو ولا جري ولا بطيء. ده المشي بقى اللي هو الرياضه الاكتيفيتي، علشان ازود سرعه الحرق عندي، انشط الدوره الدمويه، ويكون لابس كوتش رياضي علشان يقدر يمشي كتير، ما يمشيش مده صغيره ويتعب. بالظبط. يعني هو انما المشي اللي لا طبعا ده بينظم برضو التنفس والقلب وشميت اكسجين وحسنت الرئتين، بس مش ده الاكتيفيتي بتاع الرياضه بتاعتنا اللي هو هوصل بيه الهدف، خسر وزن مثلا. تمام. علاقة حضرتك مع الطلبة بتوعك أثناء التدريب، هل بتنتهي مع انتهاء التدريب ولا بيبقى في حوار؟ لازم تكون علاقة أخ كبير. تمام. ده اللي احنا درسناه في الأكاديميات وفي كلية التربية الرياضية. صح. المتدرب عندك أو الطالب عندك لو حاسس إنك أخ كبير، هيديك أقصى ما عنده من النشاط. صح.
مش ان انت كابتن عليه او جاي بنظام صارم، او لا، انت بتحبه، عايز مصلحته، عايزه ينجح، عايزه يتفوق. ولو شفته شارد او عنده مشكله لازم اساله واهتم بيه طبعا. بالظبط، ما يعني هو يبقاش مش مثلا عشان ما اعرفوش مثلا، لا خليه براحته، لا، لازم اروح له لوحده على جنب، اقول له مالك في ايه، طب حاجه مضايقاك هنا، طب حاجه مضايقاك في البيت. قاعد ان شاء ان الله. شاء الله. طيب احنا بنقول ان الاجازه الصيفيه فرصه مهمه جدا لممارسه الرياضه، كلمه بقى قبل ما نختم حضرتك بتقولها للطلبه بتوعك اولا، واللي حابين الرياضه بس مش عارفين يبتدوها ازاي. احنا برضو نقول لاولياء الامور يشجعوا اولادهم على الرياضه، يربيه على انها حاجه اساسيه، مش مجرد نادي صيفي. صح. بالعكس، ده هي ممكن في الدراسه كمان مش هتعطله، دي هتكون الحافز بتاعه، ذاكر عشان تنزل النادي. صح. وبالنسبه لابنائنا كلهم بقى طلاب ومتدربين، نقول لهم انت الامل في بكره عشان تكمل مسيره النجاح بتاعه مصر. الحمد لله مصر النهارده ليها اسم قوي جدا في الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه، لازم هم يكملوا ان شاء الله، يبقى عندنا ابطال دايما. تمام باذن إن شاء الله. كابتن محمود مهدي، انا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، ونتمنى يا رب الرياضه زي ما بنقول، لو رياضه المشي بسيطه جدا، تقريبا قد ايه يا كابتن؟ 3 مرات في الاسبوع؟ نبدا 15 دقيقه. ممكن نمشي 3 مرات في الاسبوع، ممكن لو اقدر امشي يوميا مفيش مشكله. ال 15 دي بعد كده تبقى 20 25. النفس بتاعنا بيزيد كل فتره. تمام. كابتن محمود مهدي، مدرب لياقة بدنية ودراسات في التغذية الرياضية، بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. تسلمي. أعزائي المشاهدين، هناخد فاصل سريع ونرجع مرة تانية على